هاي القيادات اللي برا البلد من كلاب قنديل ما هي سائلة عنك كسوري، لكن انت سوري. ارجع لاصلك، ابقى كاصلك. الاكراد هو مكون اصيل واساسي من الشعب السوري. ابقى اصيل، خليك اصيل واطلع، خليك اصيل وزت سلاحك واستسلم. كله سوريا بس. بلش رقع. تفضل. جميع المواقع اللي بيتم استهدافها من عناصر ميليشيا قسد الارهابيه هي هدف واضح، والجيش السوري عم يعمل على تامين المدنيين كلياتهم. بقى اذا انت عجبك هذا الوضع وبدك تضل يعني اطلع لفوق. ميليشيا قسد تتبرأ من عناصرها اللي متواجدين في الاشرفيه وبالشيخ مقصود، وبيقولوا هدول هي المناطق نحن سلمناها للدوله السوريه، سلمناها للحكومه السوريه. وقت اللي قلنا لكم القيادات بتتخلى عنك باقرب فرصه، لانه اللي بيقتل المدنيين كل الناس بتتخلى عنه، اللي بيقتل الاطفال وبيستهدف الاحياء وبيفجر بالاسواق كل الناس بتتخلى عنه، وابن جلدتك بيتخلى عنك، بيتركك بالوجهه تقاتل وتحارب، وان بقيت معنا بقيت وما بقيت خلص راحت من ايدنا. ولكن الخاسر الاكبر مين؟ هو انت. الخاسر الاكبر هو انت. الخاسر الاكبر اللي انت تجندت، اللي عمرك تحت 18 سنه جندوك بالاجبار. اطلع مثل ما طلعت كل هاي الناس، لانه وقت انتهاء المهله وانتهاء المده استهداف ميليشيا قسد مواقعها ومواقع تمركزها ما راح يكون في رحمه ابدا. الاستهداف بمواقع تمركزها، لهيك التوجهات كانت باخراج جميع المدنيين من الطرق الامنه اللي امنتها الدوله السوريه، والابتعاد عن اماكن تمركز ميليشيا قسد الارهابيه. المناطق الموجوده قريبه من الاشتباك تخرج منها العوائل، وهي الطرق مفتوحه لها. اما من بقي مصر على السلاح، من بقي مصر على المقاومه، من بقي مصر على استهداف المدنيين سيلقى مصيره المحتم. مصيرك المحتم الموت. استهداف المدنيين والعوائل ما هو لعبه ابدا، وحق على الجيش السوري هو تأمين المدنيين وتأمين العوائل وتأمين مدينة حلب. انجو بنفسك، انجو بعائلتك. اللي تم تجنيدك بالإجبار كثير من العناصر مثل ما خبرناهم خرجوا وطلعوا، رمي سلاحه وطلع بين هالناس. كثير شفتوا حتى بعض الصور والفيديوهات انه هي كانت هون وليك هلق طالعه، وفلان ليك نفس الصوره كان عم يهدد. لا تحكي معه، معلش لا تفضحوا وتركوهم عم يطلعوا. اطلع. في مجموعتين تم تأمين انشقاقهم وطلعوا وحملوا حولهم وراحوا. بالنهاية حياتك أهم، حياتك أهم من أي مشروع فاشل. قربت مهلة الاتفاق تنتهى، والتحركات اللي متواجدة لتأمين المدنيين والعوائل. سلمي نفسك بدون ما نعرفك، طب سلاحك واطلعي بين هالناس بين هالعالم، سلم نفسك واطلع. اترك. مشروع فاشل، مشروع انفصالي فاشل. اللي بيتخلى عن اهله وشبابه بيدفشهم بالوجه للموت، وتتدمر مدينته او تتدمر بلدته، يدمرها بايده ويستهدف فيها ويفخخ فيها ويفجر فيها. هذا ما خرج يقود دوله، هذا ما خرج يقود قنجاج لحتى يقود مشروع انفصالي. هاي القيادات اللي برا البلد من كلاب قنديل ما هي سائلة عنك كسوري، لكن انت سوري. ارجع لاصلك، ابقى كاصلك. الاكراد هو مكون اصيل واساسي من الشعب السوري. ابقى اصيل، خليك اصيل واطلع، خليك اصيل وزت سلاحك واستسلم بدون ما نعرفك. وحتى لو نعرفك، اقرب نقطه للجيش، اقرب نقطه للامن، اقرب نقطه زت سلاحك، قل لهم انا مسلم حالي. التوجيهات باتجاه الجميع للجيش وللامن ولغيرها يتم تامينك. نسق، تنسيق سهل. في حدا ما له تواصل مع برا؟ نسق واطلع، لا تضل خاين ولا تخون. وتجنيدك بالاجبار هو وهم، عم يخوفوك انه لا نحن دولتنا وكذا. لا لا دولتكم ولا بطيخ، ما في شيء اسمه دوله. الدوله هي الدوله السوريه وبس فقط. لا تكون سبب في ضحايا مدنيين وعوائل وتستهدفهم وانت ترضى على نفسك هذا الشيء بمشروع وهمي. قسد لا تمثل الاكراد، قسد لا تمثل الاكراد، قسد تنظيم ارهابي وفقط. اطلع برا هذا التنظيم، امامك فرصه. بعدها راح يتم تطبيق القانون عليك، وبعدها مصيرك الموت اذا كنت عم تقاوم، وبعدها راح تلقى مصير سيء جدا. والحياه قدامك يا رجل، الحياه قدامك. انت كطفل تحت 18 سنه وفوق 18 واللي تم، لا تتطمبر، لا تروح ببلاش. انت سوري، ارجع لاصلك، ارجعي لاصلك.
بالنهاية الدولة السورية راح تفرض سيطرتها على جميع أنحاء سوريا، شاء من شاء وأبى من أبى. ليش؟ لأنه سوريا لكل السوريين، ولأنه الشعب والحكومة كلياتهم بجميع طوائفهم هن إيد وحدة. سوريا نحن منقول، ما منقول دولة قنديل، ما منقول دولة المشروع الانفصال الفلاني، ما منقول دولة الباشان مدري، كله سوريا بس. بلش رقع. تفضل. جميع المواقع اللي بيتم استهدافها من عناصر ميليشيا قسد الارهابيه هي هدف واضح، والجيش السوري عم بيعمل على تامين المدنيين كلياتهم. بقى اذا انت عجبك هذا الوضع وبدك تضل يعني اطلع لفوق. يسعد دينك.